مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من صالون الاستاذ محمد المصري. طبعا بنلتقي مع المصوره الجميله اللي انا شايفها من ساعه من بدايه الصالون حتى اخره، يعني دينامو شغال ما شاء الله، مصوره ومخرجه وحاجه جميله كده، دينامو ما شاء الله. النهارده يا استاذه هدى اكيد النشاط اللي انت عاملاه ده كده نابع عن حب للصالون الادبي الثقافي للاستاذ محمد المصري. النهارده تقولي ايه للناس عن صالون الاستاذ محمد المصري؟ اولا انا بشكره جدا جدا على الدعوات الكريمه اللي بعتها لنا، لان احنا بصراحه بنستفيد جدا جدا لما بنيجي وبنحضر ونشوف القامات والاسماء الكبيره، الشعراء والادباء والناس المثقفه الواعيه، الطبقه اللي هي فعلا عندها وعي عالي جدا جدا جدا. ده بيخلق مجتمع راقي. احنا بنستفيد منه ان احنا بنيجي بنحضر، بيبقى كمان في مجموعه من الناس شعراء وادباء من مصر ومن خارج مصر يعني من القاهره وخارج القاهره، وبنتخللوا كمان فقرات الصالونات دي فقرات غنائيه طربيه، حاجات راقيه جدا جدا، يعني بتخلينا بنسعد جدا جدا بالتواجد معاه. تواجد الصالون ده بيدعم المواهب وبيدعم المثقفين، بينشر الوعي، بيأيد الأدباء وبيأيد الشعراء، وكمان الأستاذ بقى عبد القادر معلش انا اسفه اللي احنا في ضيافته بقى استاذه معلش بس الاستاذ محمد مشكور جدا 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 على الجهد الدؤوب اللي هو بيعمله، وهو نموذج كبير جدا جدا احنا بنحتذي بيه على ان احنا نتعلم منه ونتثقف منه ونشوف الناس اللي بتيجي ده كلها بنتعلم منها. استاذه هدى مبسوطه النهارده؟ طبعا التواجد النهارده يوم جميل جدا جدا. الصالون السادس اجمل صالون تحيا مصر النهارده، نقول تحيا مصر وكل سنه وانت طيب يا رئيسنا. تحيا مصر يا اسمي في الوجود، ايوه يا مصر يا اسمي مخلوق للخلود، يا مصر يا اغلى اسمي في الوجود، يا مصر يا اسمي مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تحيا رئيسنا. لا يا حبيبتي انا جايبه عبد الصمد ومحدثكم الشاعر استضافه بقى. ايوه بص هتقوليها ايوه المنقره. تمام يا جماعه صوت التسجيل 1 2 نثبت. ثانيه بص خديني